بيان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. تشهد الساحة الداخلية حالة من الجدل الواسع والقلق بشأن مستقبل البلاد، في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط على الرأي العام، ولذا نؤكد على الثوابت التالية: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. إن الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها، تعبيرا عن مدى العمق الحضاري لشعب مصر العظيم. احترام الإرادة الشعبية وعدم الوصاية عليها، وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الأحوال. وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية، وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى. احترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد. القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسؤولية على تغليب ضبط النفس، احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد، لتجنب وقوع خسائر أو إصابات، باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي. وعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها. إن إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا. إن ما يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحكمه إدراكنا بمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخرى. إن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها أمر غير مبرر، وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية. الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هي مسؤولية وطنية للجميع، باعتبار أن المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري. مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة، بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون. إن المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية، والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها. عاشت مصر أبية مصانة، وحمى الله شعبها. وقد غادر الملك فاروق البلاد في 26 يوليو على الباخرة المحروسة. صح كده ولا ايه؟ مش كده بالظبط؟ كده بالظبط، هم بس نسيوها دي. انا وقد غادر البلاد الملك فاروق. احس انك انت في ثورة يوليو بالظبط، في ايامها الاولى، بطريقة البيان فيها مختارين حد فيه عنده ايقاع يعني قوي، يعني حد صوته كده اجش وكده، وبعدين بيأكدوا على الثوابت التالية: سيادة القانون. طب ما احنا عارفين انه في سيادة القانون، ان الدولة تخضع للقانون، ما الدولة تخضع للقانون. استقلال القضاء، ما احنا اللي بننادي بيه، احنا اللي بننادي بيه، مش احنا اللي هربنا الامريكان.
مش احنا اللي هربنا الامريكان، مش احنا اللي هربنا الامريكان، ده احنا اللي بننادي باستقلال القضاء، واحنا اللي اتهمنا بعض المستشارين اللي دخلوا في القصه دي بتاعت الامريكان، مش احنا اللي عملنا كده. فاذا كان حد حريص على استقلال القضاء يبقى هو حريص على استقلال القضاء، مش احنا. الشعب مش هو اللي، الشعب حريص على استقلال القضاء من مصلحته، من مصلحه الشعب ان يقام العدل. احكام القضاء تنفذ باسم الشعب، ما احنا برضو عارفينها دي مش جديده. احترام الاراده الشعبيه، فين بقى احترام الاراده الشعبيه ده؟ احترام التظاهر السلمي ده كويس، ده مبدأ كويس. اعلان دستوري مكمل هو ضرورة فرضتها متطلبات شؤون البلاد. ما ايه، اشرحوا لنا ايه الضرورة دي؟ الاعلان الدستوري المكمل ضرورة فرضتها شؤون البلاد. ايه هي؟ احنا الشعب، يعني انا ما بعبر عن جزء ضئيل من الشعب وبتكلم بلسان اي حد، مش مشكلة بتكلم بلسان مين. المشكلة ان احنا نفهم يعني ايه ضرورة فرضتها شؤون البلاد. الاعلان الدستوري، احنا الشعب طالب اصلا تقليص سلطات الرئيس، احنا طالبين تقليص سلطات الرئيس، بس مش نحط لا مؤاخذه، مش عايز اقول الكلمه، مش يتحط الرئيس لو جه الرئيس كذا يبقى كويس ولو جه الرئيس كذا يبقى كذا، ما ينفعش. ما حدش يقبل ان الرئيس دولته يبقى لا مؤاخذه شكوكه بقى في الحاجات اللي كان بيلبسها. استباق اعلان النتائج امرا غير مبرر. انا بستعجب والله على الشعب اللي بينسى، وهم بيستغلوا نسيان الشعب. النتائج الاولى في المرحله الاولى كلها اعلنت قبل النتائج الرسميه.